لسماسرة تجارة الأعضاء بيستخدموها مع الناس الغلابة. أول مغالطة معانا إن الكلية معاك كليتين في جسمك، إيه المشكلة لو رميت واحدة واحتفظت بالواحدة وهتحافظ عليها وهتمشي؟ أنت تعرف إن ربنا رزقك بكلية شغالة ومعاك كلية ستبن مش شغالة أصلا وملهاش لازمة؟ فعلا في جسم الإنسان الطبيعي في كليتين، إلا في حالات نادرة بيكون عندهم كلية واحدة. بس للاسف ربنا مش خلق اتنين عندك علشان لما تتزني في فلوس تروح تبيع واحده. بص، الاتنين بيكملوا بعض والاتنين بيكونوا شغالين دايما من يوم ما تتولد، ولو واحده فيهم حصل فيها التهابات او تليف او اتسببت لك في ضغط عالي فانت كده رسمي دخلت في الفشل الكلوي، مش بعد 20 سنه، لا 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 لا، بعد شهور من العمليه. اقسم بالله الناس اللي بتبيع كليتها بيرجعوا بيقولوا الحقني يا دكتور، انا مش طبيعي، انا مرهق، انا مجهد، انا ضغطي مرتفع، وشي مورم. ليه؟ عارف ليه؟ علشان الجسم بقى متلخبط ومش عارف يشتغل، والمتابعه اللي المفروض تتعمل بعد العمليه او بعد عمليه نقل الاعضاء مش عارف موجوده. ليه؟ لان هم خدوا منك الحاجه ورموك، والدكتور اللي عمل العمليه المفروض يتابع معاك مش موجود في الصوره اصلا، واخرهم يبعتوا لك 1000 جنيه ولا كام 1000 جنيه من سويسرا كده، واللي هو موت بقى ما تقرفناش، خلاص خدنا منك المصلحه في 60 داهيه تاخدك، بلا متابعه بلا قرف. اما بالنسبه للعين ففي مغالطه كبيره جدا، وهي ان الناس مقتنعه ان في حد يشيل العين وبيركبوا له عين تانيه من شخص تاني، وده للاسف غلط. هو كل اللي بيتاخد من عينك